السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. اليوم ان شاء الله كنقترح عليكم بسبوسه يعني بمكونات سهله، فغادي نبداو على بركه الله. كنحتاجوا واحد جوج ديال البيضات، غادي نضيف لهم واحد السكر ديال واحد الكاس ديال السكر حبيبات، وغادي نضيف لهم يعني واحد القشره ديال الحامض البرتقال تكون محكوكه، لحظه معايا نحكوها واحد شويه حتى تنسيم، او لا يمكن لكم كذلك تستعملوا الفاني يعني على حسب المتوفر. فدابا غادي نخلط جيدا دابا غادي نضيف واحد الكاس ديال اللبن كما كتلاحظوا معايا، وغادي نخلط جيدا. نضيف واحد الكاس كذلك ديال الزيت، نحتاج كذلك كاس ديال الزيت، غادي نحتاجو واحد الملعقه ديال الخل، ملعقه تكون كبيره ديال الخل، غادي نضيف واحد الكاس ديال السميده الخاصه بالحلويات، هاد البسبوسه كتجي لذيذه بزاف. نضيف كاس ديال الدقيق، فغادي نضيفو يعني كاس الا ربع تقريبا ديال الدقيق الاخر كما كتلاحظوا معايا. صدقوني هاد البسبوسه راه كتجي زوينه. وغادي نضيف واحد القرصه ديال الملح شويه، وغادي نضيف واحد جوج الاكياس ديال خميره الحلويات، جوج ديال الاكياس ديال خميره الحلويات، فدابا غادي ناخذ واحد المول، فانا دهنته بالزبده ورشيته بالسميده رقيقه. دابا غادي نبدا ان شاء الله نفرغ فيه هاد الخليط ديال البسبوسه.
الفران. كتلاحظوا معايا فمن بعد ما خرجتها من الفران وطابت، فدابا غادي نسقيها بهذا السيرو ديال الليمون كما كتلاحظوا معايا بحال هكا. الا كان السيرو يعني بارد نسقيوها وهي سخونه، ولا العكس يعني الا كانت هي بارده البسبوسه ديالنا كانت بارده نسقيوها بالسيرو. يعني كما كتلاحظوا نسقيوها بالسيرو يكون سخون، ومن بعد ان شاء الله نبدا نزينها بشويه ديال الكوك كما كتلاحظوا. نديرو يعني البسبوسه ديالنا كما كتلاحظوا من بعد ما وجدت فكما زينتها، فنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم وتجربوها ان شاء الله. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديالي نهار اليوم تعملوا جيم وتشتركوا في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. بسلامه. كيف ما كتلاحظوا كيفاش كتجي يعني طايبه مزيان، كتجي مفشفشه، كتشرب داك السيرو، كتجي لذيذه بزاف. فان شاء الله تجربوها كما كتلاحظوا معايا كتجي لذيذه بزاف. ان شاء الله تجربوها. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو تعملوا جيم تشتركوا في القناه وتبارطاجيو بين الاصدقاء ديالكم اللي تعم الفائده، وما تنساوش يعني تضغطوا على تفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل وصفاتي. وشكرا لكم. بسلامه. صحه فطوركم.